بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات مقالات العلمانيين. طبعا دي سلسلة تانية، لحد يفتكر إن هي نفس سلسلة مقالات الملحدين. لا، دي سلسلة ودي سلسلة تانية. مقالات العلمانيين بدأت من حوالي سنة من الحلقة اللي كنت سجلتها في رد على بعض آراء الدكتور خالد منتصر اللي كان اتكلم فيها عن لحم الخنزير وعن مية زمزم والحاجات اللي انتوا فاكرينها وعارفينها دي، خاصة الناس اللي بيخشوا على اليوتيوب. عندنا سلسلة اسمها مقالات العلمانيين. عندنا النهارده حلقة جديدة وفي ياما حلقات مواضيعها جاهزة والله، بس المشكلة ان الواحد مش فاضي قوي. عندنا حلقة جديدة مش متعلقة بواحد علماني، يعني هو ما ينفعش يقول عليه ان هو علماني، لان هو بيصف نفسه بانه هو تلميذ الدكتور محمد عمار وتلميذ الدكتور يوسف القرضاوي. كفايه بلاش نقول الباقيين. مستحيل واحد تلميذ الاثنين دول يكون علماني. ولكن لا يهمنا من قال، لكن يهمنا المقوله. يعني هو مش علماني، لكن المقوله بتاعته دي من ادبيات ومقالات العلمانيين. وعلشان كده احنا واقفين مع كلامه النهارده. هو اسمه دكتور يحيى جاد. انا ما كنتش اعرفه بصراحه، طبعا فوق كل ذي علم عليم، انا ما كنتش اعرفه، لكن الحمد لله شرفت بمعرفته. المعرفه جت عن طريق نشر او مشاركه منشور هو نشره على صفحته عن طريق الاستاذ حسام السكري، الرئيس السابق لBBC العربيه، على صفحته. فعرفت الدكتور يحيى عن طريق الاستاذ حسام السكري. الدكتور يحيى ناشر على صفحته الموضوع ده بيتكلم فيه في حاجة معروف ان هي من اهم ادبيات العلمانيين، الا وهو صحيح البخاري. وطبعا قبل ما نتكلم صحيح البخاري بيفكرنا بواحد، يعني بيفكرنا بإسلام بحيري. إسلام اللي انا اعرفه ان هو طلع له قرار افراج، بس القرار لسه ما اتنفذش. اتمنى ان القرار يتنفذ بقى. إسلام اتحكم عليه خلاص يتسجن. إسلام اتحكم له خلاص الحكم يتنفذ ويطلع، على اساس ان الفكره تتواجه بالفكره. إسلام عنده فكره ما خلاص تتواجه بالفكره، هو تقول عندي كذا ولقيت كذا خلاص احنا نرد عليه. إسلام ما اتسجنش عشان بيطعن في البخاري او بيتكلم عن البخاري ومسلم. إسلام اتسجن عشان بيشتم في السلف الصالح، اللي الناس دول بالنسبه لنا حاجه كبيره جدا جدا. اما كون ان إسلام او غير إسلام يطلع يقول البخاري او غير البخاري في خطأ ما، ماشي، نحترمك ونحترم فكرك. هو هيطلع يتكلم واحنا هنطلع نرد عليه في حوار راقي في مجتمع منفتح. الدكتور يحيى بيقول ايه؟ كما نقلوا عنه الاستاذ حسام السكري الرئيس السابق لBBC العربيه، وهو مصري طبعا اللي يعرفه يعني. بيبدأ الأستاذ حسام السكري كلامه في الأول قبل ما يعرض كلام الدكتور يحيى. بيقول: أجمعت الأمة على أن البخاري أصح كتاب على وجه الأرض بعد كتاب الله، وحاطط علامة تعجب. فما أقبح وأشنع وأكذب هذه الأخيرة على شهرتها العرض. تمام؟ الجواب بيتقري من عنوانه. بعد كده سنطرنا إحنا في الدكتور يحيى جاد. نشوف الدكتور يحيى بيقول إيه. بيقول: سألني، مين هو أي حد؟ سألني ما حقيقة قولهم أجمعت الأمة على أن أصح كتاب بعد كتاب الله صحيح البخاري. والجواب هو جواب الدكتور يحيى جاد. بيقول: أولا، وطبعا في أولا وثانيا لحد ثالثا. أولا، نحن لا نسلم أصلا بقضية الإجماع أصوليا، ده من أوله. تمام؟ فنحن نشكك بل نقدح، ده كلامه، بل نقدح في الإجماع في إمكان وقوعه ابتداء، وفي العلم به إذا وقع، وفي حجيته إذا علم. تمام؟ الكلام ده لازم يكون هنا معاه وقت. أولا في إمكان وقوعه ابتداء، وفي العلم به إذا وقع، وفي حجيته إذا علم. طبعا كلام مكلكع وكده، يعني أنا هفهمه لكم. اللي قروا المقالين بتوعي اللي أنا كنت نشرتهم من فترة قريبة على صفحة مقالاتي جريدة الشروق بعنوان كيف ندرس الفقه بطلابنا. كلمة طلابنا مش لازم نكون أساتذة جامعة، أي حد إحنا نعلمه فقه.
نقعده كده ونعلمه حاجات في الفقه. من اهم الحاجات اللي انا قلتها ان المفروض الناس المعلمين سواء كانوا شيوخ في الجوامع او اساتذه الجامعه او مدرسين في المعاهد الازهريه او حتى مدرسين دين في التعليم العام، انه ما ياخدش الكلام على عواهنه كما لو كان هو نفسه مش فاهمه، او اللي يضع منهج ما ينقلش من الكتب القديمه الكلام زي ما هو من غير ما ينقحه. هو ده اللي حصل هنا. بيتكلم في اجماع في امكان وقوعه ابتداء، وفي علم به اذا وقع، وفي حجيته اذا علم. اي واحد عاش في القرن العشرين او في القرن الحادي والعشرين ما يقولش الكلام ده. على اساس ايه؟ اولا في العلم به اذا وقع، دي النقطه الثانيه. المفروض ان العالم بقى قريه صغيره، لو حصل اجماع كل الدنيا هتسمع فيه في وقتها. ده بالعكس، ده الناس هتشوف العلماء وهم قاعدين بيتناقشوا في نفس اللحظه على الهواء مباشره. فما حدش يجي في القرن الحادي والعشرين يقول انا بقدح في الاجماع في العلم به اذا وقع. العالم بقى قريه صغيره، لو حصل اجماع الناس هتعرف في نفس اللحظه. دي اول نقطه. النقطه اللي قبلها في امكان وقوعه ابتداء، لا ده في اجماعات كتير حصلت. انت مش عايش في الدنيا. ايام زمان كان عدد المذاهب، دلوقتي في 4 مذاهب. لا، ايام زمان كان ما لا يقل عن 12 مذهب. كان في مذاهب كتير. الامام الليث بن سعد كان ليه مذهب بس اتباعه انقرضوا. الامام الاوزاعي كان ليه مذهب، اتباعه عاشوا لقرنين من الزمن 200 سنه، بعد كده اتباعه انقرضوا، وهكذا. كان في مذاهب كتير. كان صعب جدا ان علماء كل المذاهب دي ان هم يجتمعوا على راي في مساله، كان صعب جدا. وعشان كده كان بيقال في كتب اصول الفقه القديمه صعب او مستحيل ان يكون في اجماع ان الناس تجتمع على راي. انما في العصر الحالي حصل اجماعات كتير. من ضمن الاجماعات اللي حصلت الاجماع على اباحه نقل الدم. في عالم طلع وقال ان انا بحرم نقل الدم، ما حصلتش. في اجماع على اباحه نقل الدم، اهو اجماع اهو تمام ومعلوم وكل الناس عارفه كده. اللي خالف الاجماع اتكلم بس في نقطه لو واحد اتنقل له دم لمراته او العكس، هل هي تحل ليه على اساس ان هو قاس نقل الدم على الرضاعه، يعني قال ما هو ده زي ده، ان ده برضه بينبت لحم فقط. لكن وطبعا ده يعني جماهير العلماء ردت عليه وخطأته في الكلام بتاعه. لكن نقل الدم في اجماع على اباحته. طيب اطفال الانابيب في اجماع على اباحه اطفال الانابيب، محدش خالف تمام. طيب فوائد البنوك اللي هي ان البنك يديلك مبلغ مسبقا، تتفقوا ان انت اول ما تحط فلوس في البنك يقول لك انا هديلك مثلا على ال100 وليكن 9 جنيه من غير ما يشغلها، من غير ما يتاجر فيه. في اجماع على كده. هتقول لي فلان وفلان، فلان وفلان ده الاجماع انعقد من غيره، وده كده اصوليا يقال عنه خالف الاجماع، خالف الاجماع، لكن في اجماع. اذا في اجماعات كثيره جدا جدا حصلت في العصر الحديث. فحته امكان وقوعه ده كلام قديم من اكثر من 1000 سنه. الحاجه الثانيه في العلم به اذا وقع، ده كلام قديم من اكثر من 1000 سنه. في حجيته اذا علم، ما فيش عالم اتكلم سواء من القدماء او المحدثين اتكلم في حجيه الاجماع. الكل قال الاجماع حجه. هو اللي خالف في ايه؟ او اللي ناقش او اللي اعترض او اللي انتقد قال ايه؟ قال اجماع هل هو قطعي ولا لا؟ يعني ايه قطعي؟ يعني هل يكفر من لم يتبعه ولا لا؟ بس انما حته الاجماع حجه. الاجماع هو ثالث دليل في مصادر التشريع الاسلامي بعد القران والسنه. دي ما فيهاش كلام. ان علماء عصر من العصور يجتمعوا على راي، ده كده واجب. لازم الناس كلها تسمع كلامهم، لان هم دول علماء، لازم كل الناس تسمع كلامهم. فان واحد يجي خالف ده فيه خلاف. هل اللي خالف ده يكفر بكده؟ يعني هو خارج عن المله ولا يفسق فقط وان هو ما زال مسلم؟ الاجماع نفسه كمان، عشان هو للاسف دخلنا في قصه ثانيه يعني، واحنا لسه في اول نقطه. الاجماع نفسه انواع. يعني الاجماع طبعا في ابسط تعريفاته هو اجتماع مجتهدي عصر من العصور على مساله ما او على حكم ما في مساله ما او في قضيه ما. الامام ابن حزم الف مؤلف فريد من نوعه اسمه مراتب الاجماع، والكتاب ده مش يكاد يكون هو بالفعل اهم كتاب في مؤلفات الامام ابن حزم
بعد المحلى. والمحلى ده اللي ما يعرفش قيمته، الشيخ محمد ابو زهره قال ده ديوان الفقه الاسلامي، يعني ده الكتاب يكاد يكون الكتاب الاول في الفقه الاسلامي، المحلى للامام ابن حزم. يجي بعديه في مؤلفات الامام ابن حزم كتاب مراتب الاجماع، بيقول يا اخوانا انتوا فهمتوا الاجماع غلط. في انواع من الاجماع، في اجماع فعلا مجتهد عصر من العصور عموما، تمام، زي ما بيحصل مثلا في المجامع الفقهيه، وليكن مجمع الفقهي في مكه المكرمه، بيدعو العلماء من شتى ارجاء العالم، بيقعدوا في مكه المكرمه، بيستضيفوهم هناك في مكه، تمام، وبيقعدوا يتناقشوا وبيتفقوا على مساله، ده اجماع وحصل من ده كتير، ففي اجماع، تمام. بيقول في اجماعات ثانيه زي اجماع علماء مذهب من المذاهب، ده اجماع بس اجماع لعلماء المذهب ده فقط. في اجماع علماء مصر من الامصار، كلمه مصر من الامصار يعني بلد من البلدان، ده برضه اجماع. في اجماعات كتيره، فكون ان واحد يجي في القرن العشرين يقول ان هو يشكك بل يقدح في امكان وقوع الاجماع وفي علم به اذا وقع وفي حجيته اذا علم، الكلام ده لا يليق بحد ان هو يقول. ياما في حصل اجماعات في القرن العشرين وفي القرن الحادي والعشرين وكانت معلومه، تمام، بمجرد وقوعها، يعني احنا في عصر ثوره الاتصالات، فما تقوليش في القرن الواحد والعشرين في علم به اذا وقع. وده اللي انا كنت بحذر منه دايما لما كنت بتكلم عن تدريس الفقه، فروعه واصوله للناشئه او للعامه، انك ما تجيبش كلام من الكتب التراثيه القديمه وتنقله زي ما هو من غير تمحيص، لا، فكر انت نقلت ايه وبتعرض للناس ايه. ثانيا بيقول الجمله المسؤول عنها اعلاه كذب صراح، اللي هي ايه؟ ان صحيح البخاري هو اصح كتاب بعد كتاب الله، تمام؟ كذب صراح لانها حصرت ما بين قوسين امه المسلمين كلها في جماهير متاخره علماء مدرسه تيار اهل السنه والجماعه، ده كلامه، هو حاول ان هو يكون دقيق في كلامه. بينما مدارس تيارات المعتزله والشيعه الزيديه والشيعه الاماميه على الاباضيه، بقاش مثلا الشيعه الاسماعيليه، تمام، ودي موجوده انا ما بهزرش، والاباضيه والخوارج، جاي الخوارج يشهدهم على صحيح البخاري شيء غريب، وغيرهم عن بكرة أبيهم جميعا إجمالا لا ينظرون إلى صحيحي البخاري ومسلم إلا كما ينظر متأخر علماء أهل السنة والجماعة للسنن الأربعة، سنن الترمذي والنسائي وأبي داود وابن ماجه، فهم أقصد المعتزلة والشيعة وكل من ذكرت آنفا لا يسلمون بصحة أحاديث الصحيحين، وإنما ينظرون إليهما نظرتهم لأي كتاب حديث أو روايات فيه الصحيح والضعيف والموضوع. الكلام ده كلام يوجع، واللي يتوجع منه إذا عنده علم في مسائل هو أصحابها. بمعنى إيه؟ حتة حصرت أمة المسلمين كلها في جماهير متأخرة علماء مدرسة تيار أهل السنة والجماعة. طب ما هو السواد الأعظم من المسلمين من يوصفون بأنهم مسلمون ما هم من أهل السنة والجماعة. عدد المسلمين حول العالم في اللحظة اللي أنا بتكلم فيها يقترب سريعا من 2 مسلم، فيما يقرب من 2 مليار مسلم حول العالم، تمام؟ وأكثر الأعداد موجودة في أماكن محدش كان يفتكرها، يعني أكثر عدد من المسلمين حول العالم موجود في الهند اللي هي أصلا دولة مش إسلامية، حوالي 350 مليون مسلم. اللي بعدهم موجودين في الصين اللي هي دولة بوذية فيها حوالي 300 مليون مسلم، تمام؟ بعد كده تيجي اندونيسيا، تمام، اللي هي اصلا مش دولة عربية، فيها ما يزيد عن 170 مليون مسلم، تمام؟ ففي ما يقرب من حوالي، ودول كلهم اهل السنة على فكرة. برضه قارة افريقيا على فكرة في معظمها هي قارة اسلامية، يعني معظم الدول الموجودة في افريقيا دول اسلامية. نيجيريا اللي انتم شايفينها دي دولة اسلامية، غانا اللي احنا بنلعبها في الكورة دي دولة اسلامية. فمعظم دول العالم، تمام، اللي فيها مسلمين او معظم المسلمين هم اهل سنه، هم اللي مش اهل سنه مين، تمام؟ اللي في ايران ودول اعدادهم بعشرات ملايين، يعني اعداد مش كبيره، ومع ذلك في قلب ايران اعداد كبيره برضه من اهل السنه والجماعه، وبيتعرضوا للاضطهاد وحاجات بتنقلها لنا وسائل الاعلام. اذا السواد الاعظم من المسلمين
هم من أهل السنة والجماعة. عاوز تتكلم عن الشيعة، أو عفوا مش عن الشيعة، عن الخوارج اللي ما عادش ليهم وجود، تمام؟ عاوز تتكلم عن المعتزلة اللي هم ما كانوش أعداد كبيرة، هم كانوا أصحاب واصل بن عطاء وتلامذتهم فقط، مش أكثر من كده، وبعد كده انقرضوا، ما عادش في معتزلة ولا ليهم ذكر إلا في الكتب فقط. طب دول ما لهمش أصلا عدد عشان إيه تقول إن الإجماع يعني لا ينعقد إلا بهم، بالعكس دول هم اللي خالفوا الإجماع. فيه غيرهم كتير جدا، السواد الأعظم من المسلمين هم من أهل السنة والجماعة، دي حاجة معروفة. وأهل السنة هم بيجمعوا فعلا على إن صحيح البخاري هو أصح كتاب بعد كتاب الله، والكلام ده لسه هنفرد فيه قول، لأن فيه ناس تانيين بيضمروا نوع من الخوف من الكلمة دي، كلمة إن صحيح البخاري هو أصح كتاب بعد كتاب الله. فحتة إن هو بيتكلم عن الخوارج، على فكرة الخوارج بيكفروا سيدنا علي ابن أبي طالب، بيكفروا جماهير الصحابة اللي هم شاركوا في النزاع اللي كان بين سيدنا علي وبين سيدنا معاوية، وبيكفروا سيدنا عثمان. ومع ذلك الكاتب اللي هو الدكتور يحيى بيستدل بيهم وبياخد بشهادتهم على صحيح البخاري، وطبعا ده شيء غير مقبول عقلا يعني. بيقول إن لا ينظرون إلى صحيحي البخاري ومسلم إلا كما ينظر متأخر علماء أهل السنة والجماعة للسنن الأربعة، سنن الترمذي والنسائي وأبي داود وابن ماجه، وبيقول فيهم الصحيح والضعيف والموضوع. دي مشكلة ثانية، حتة إن الكتب الأربعة دي فيها أحاديث موضوعة، دي فيها مشكلة كبيرة، المفروض إن هو ما كانش يقول كده. بمعنى إيه؟ فيها صحيح ماشي، وفيها ضعيف برضه ماشي، لكن فيها موضوع لا. حته ان فيها موضوع، الموضوع الحديث الموضوع او الخبر الموضوع هو الخبر المكذوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس له اصل، يعني واحد الفه من دماغه ومفيش كده، تمام؟ في كتب السنن يعني الائمه دول اللي هم وضعوا السنن او وضعوا كتب السنن ما كانوش كرديات علشان يروا حديث موضوع في الكتب بتاعتهم، كانوا عارفين احاديث كويس جدا وعارفين مين الصحيح ومين الضعيف، وهم لما وضعوا احاديث ضعيفه في الكتب بتاعتهم كانوا قاصدين يحطوها. ليه؟ لان هم من الاول ما قالوش احنا ده صحيح. حد يعرف طبعا الامام الالباني اللي يعرفوه، يعني مش كل الناس تعرف الامام الالباني للاسف. يعني الامام الالباني وصف اصحاب الصحيحين بانهم ملتزم الصحه، يعني هم من الاول قالوا احنا بنحط صحيح فقط، انما غيرهم ما قالوش كده، هم قالوا احنا بنحط ضعيف. ليه؟ لان هم شروطهم ما فيهاش كده. واحد زي الامام ابو داود هو قال انا هحط صحيح، هو قال انا هجمع الاحاديث اللي بيستخدمها فقهاء الامصار. يعني ايه؟ يعني الاحاديث اللي بيستخدمها الفقهاء في كتب الفقه انا هجمعها في كتاب حديث. ضعيف مش ضعيف مش شغل بس، لكن مستحيل يكون واضح حديث موضوع. هنكمل كلام فيما يخص الحديث الموضوع في النقطة دي، وبعد كده هننقل عن النقط الثانية بعد ما ناخد فاصل سريع، لأن الكاميرا بتاعتي للأسف ما بتسجلش إلا 20 دقيقة فقط، فهناخد فاصل ونواصل.